مساء الخير، مساء النور، مساء الورد على قلوبكم. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم جبت لكم قصة فؤاد، قصة واقعية للعبرة. أنا فؤاد اللي كنت عايش مع عماتي وعايش مع الجدة ديالي. الوالد ديالي كان واحد الإنسان اللي قبيح وعطيها القصاير ومن هادي لهادي. الوالدة ديالي كانت عارفاه اش كيدير وصابرة على ما فيها. كانوا عماتي كيتحكموا في الام ديالهم والام ديالهم كتحكم في الام ديالي، وشي كيتحكم في شي، والمقاتله كتنوض بيناتهم. الهضره اللي كانت انا دغيا توصل لهنا. واحد المره الوالد ديالي كان غادي لواحد القصاره ويتلاقى مع الخاله ديالي تاهي في هذيك القصاره. ملي تلاقى معاه في هذيك القصاره شدها من شعرها شطب بها الدنيا. قالت لي ودابا ملي شطبتي بيا الدنيا وما سترتينيش، واخا انا كنت غنسترك، حتى انا غنعيط لختي ونقولها لها دابا. عيطت للوالده ديالي قالت لها راجلك راه فين كاين وها اللي داير وها اللي داير. الوالده بالعكز عليها لبست جلابيتها مشات كتجري لعندهم. قتل يا ما تقتل، سلخ يا ما تسلخ. جات الوالده هزت حوايجها هزتني، مشينا نسكنوا مع خالاتي مع الجده والجد ديالي. ناضوا عماتي سمعوها جاو يتجاراو، دخلوا على خالاتي بركم قاتلين، شي مقاتل مع شي. من بعد طلقت الوالده من الوالد، والوالد ملي طلق امي طلقني حتى انا معاها. الوالده ديالي ناضت كتخدم على راسها، مره تخدم في كذا مره كذا، الخبر في راسكم طب راسها. الجده ديالي اللي هي موت الام ديالي كانت انسانه قبيحه وواعره، كانت كتعرف غير الفلوس. والجد ديالي كان مسكين درويش ومغلوب على امره. كانت كتقول ليه شوف واسكت وتركن، سبح وصلي واسكت. الست ديال الخالات اللي كانوا عندي شي مطلق فيهم، شي مجوج، شي داير الراجل غقنطره. هذيك تدخل للدوش تبدا تعكر وتماكي، انا ندخل ندير راسي كندير في شي حاجه، نقي في سناني او كنحك في سناني، كنبقى غير ساهي فيها وحل فيها فمي وانا راه كنشوفها اشنو كدير. فما خالاتي كانوا كيمشيو كيدوني معاهم، هما غادي لهاد العراضه غاديين بيا يحزموني ونبدا نشطح ليهم، هما غادي للسوق غاديين بيا، هما حتى الليل خارجين مسخرين غاديين بيا. وانا خالاتي كل وحده واش كانت كدير فيهم، والجده ديالي كتقول لهم جيبوا غا الفلوس ميمي. صافي خالاتي كيلبسوا يقادوا يتريحوا كيخرجوا، وانا غا كنشوف فيهم واش كيديروا، اللي تعكر قدامي، اللي تكحل قدامي، اللي تصايب شعره قدامي، اللي تصبغ ضفرانه قدامي. واحد شويه وانا نقول هما اللي انا ما ندير بحالهم، وليت كندخل للدوش نسد عليا نجرب الكحل ونقول والله الا جا معايا، والله الا شحال زوين. شويه بديت كنطول في الشعر لانني كنت واحد الانسان بيوض ومبيض وشعري رطب. طولت الشعر حد ودنيا. ملي وليت كنخرج نبرك مع خالاتي بدات انا ندهن الايديات بالكريم، الرجيلات بالكريم، وبداو عليا ويلي على الخوينه زهره حنا نديرو معاك، ونبدا ندير لهم شعريها وندير لهم شعريها، ويلي على الخوينز والشعر شحال مسيبسب. خالتي تما عجابهم الحال. واحد المره واحد المجموعه ديال الدراري تعرفت عليهم ودوني معاهم لواحد القصاره، وكانوا مخضرين مزيان. ناضوا كلهم تكرفسوا عليا من تما، ويا خباري الديع شاعت في الدرب، كلشي ولا سايق الخبار راه فلان كذا كذا. ما علينا، ولا كلشي طامع فيا، اللي ابرم الجوانات في راس الدرب طامع، مول الجزار طامع، مول الحانوت طامع، اللي ناشر رجليه في القهوه النهار كله طامع. صافي ونخرج ليها بالطايطاي. شويه وليت انا سنيسله في الايد، سنيسله في العنياق. خالتي ملي شافوني بديت تنسنيسله من هنا، الشعير من هنا. ويلي على الخوينز ملي كيجيوك هادشي، لا من عند صحابي جيتو من عند صحابك الخوين صحابك، ورات حنا نديرو معاك. خالتي كاع مسوقين ليا، الام ديالي حتى هي ما مسوقاش ليا، قالت صافي خليه يدبر على راسو، بقينا ندورو نصرف عليه. الجده ديالي كانت باغا الحبه لانها كانت فليسيه.
صافي خرجت لداك المجال، وليت انا كنخرج نمشي للقصاير، نمشي للبواط، نمشي للبيران، ما كنخلي فين كنمشي. واحد النهار وانا نتعرف على 4 ديال الدراري ولاو كيديوني معاهم للقصاير، هما غاديين مسافرين يديوني، هما فهاد القصاره غاديين بيا لانني كنت كنزين ليهم الحفله، كنزين ليهم القصاره، نشطح ليهم، نغني ليهم، نعاود ليهم النكت، ندير لهم داك الشيء ديال البهلوان. واخا كانوا كيديو البنات ضروري كيديوني معاهم لانني انا اللي كنزين ليهم الجلسه. صافي ما علينا، تصاحبت مع هاد الربعه مزيان. واحد فيهم نسميوه أسامة كان مميز فيهم بزاف، كان هو اللي كيجيب لهم السلعة، كيجيب لهم السلعة داكشي ديال الحشيش، كيلوح لهم غير التفاتف وهو كيبيع بالكطرة، كان غادي جاي لبرا. هاد أسامة كان اللي شرا دار يقولها ليهم، شرا طونوبيل جديدة يقولها ليهم، انا شريت فيرما، انا شريت فيلا على البحر. وهو هاد أسامة كيجيب السلعة بالكطرة، ما كيعطيهمش هذيك السلعة يبيعوها، كيعطيهم التفيتفات، يعني داير لهم بحال الكلاب ديالو. ما علينا، هاد 3 بقاو غاديين وكيحقدوا عليه، وهاد 3 هادو كانوا كيبدلوا لاكارطات بزاف ديال التليفون، فما كيبغيو يدوزوا شي اتصال كيعيطوا من تليفوني، فما كيبغيو يدوزوا شي مكالمه يعيطوا بتليفوني. صافي بقاو غاديين وكيحقدوا على هاد أسامة، غاديين وكيحقدوا عليه. واحد المره كنا مقصرين غير حنا ب4 بينا، أسامة ما كانش معانا، بحال هكا هما باركين مجمعين ب3 بيهم وانا بعيد عليهم في واحد الكوان، وشد واحد الشيشه وكانوا سكرانين ونغمين الراس ديال بصح. وما يقولوا لي فلان عطينا نتصلوا بتليفونك، قلت لهم واخا، وانا نسمعهم كيتفقوا عليه. قالوا غنعيطوا ليه ونقولوا ليه بان واحد القاوري جيب شي سلعه ما نقولش لك، شي سلعه غهوته، ورجيب طوموبيله من النوع الرفيع، وهاد الهوته ما خاصكش تفلتها. خداو من عندي التليفون، عيطوا من النمره ديالي الأسامة، قالوا لي راه واحد القاوري راه جايب طوموبيله من النوع الواعر غادي تعجبك، راه جايب السلعه كذا كذا، هذه غهوته وما خاصكش تفلتها. قال لهم اياه مرحبا، فين نتلاقى انا مع هاد السيد؟ قالوا ليه تطيح الظلمه بالليل وتلاقاو في الغابه الفلانيه، تيطيح الباش. قال لهم واخا مرحبا. وصل داك النهار قالوا لي انت ما غتمشيش معانا؟ قلت لهم لا، انا راه واحد العشيره ديالي جايه من دبي وجايه وباغا دير الليله، خاصني ضروري نمشي معاها. مشيت انا مع ديك عشيرتي الليله، صايبنا داك الطبق، داكشي ديال الشعواده نتوما راكم عارفين، الحنه وداكشي اللي كيهديو للجن، داكشي ديال الشعواده. مشينا لديك الليله، تحيرنا، جدبنا، بردت الهويج. صافي صباح الحال، مشيت للدار، كاويت، انا مكاوي حتى كنسمع الدقان في الباب. شكون؟ البوليس. نعم سيدي، شنو درت؟ اجي معنا وتعرف شنو درتي. ياك ما كاين لاباس سيدي؟ لا والو باس، اجي معنا وتعرف. مشيت كنلقى راسي كندور عينيا في الكوميساريه، قلت لهم شنو درت سيدي؟ قالوا لي انت ما عرفتيش راسك شنو درتي، انت راك تورطتي في جريمه قتل، درتي ايدك مع ايد مجرمين على جريمه قتل، وانا ما فاهم والو، لانني انا الخطه داروها قدامي وسمعتهم ودات راسي ما سمعت والو. قالوا لي ايوا راه هذاك السيد راه قتلوه، وراه اعترفوا بكل شيء، واعترفوا علاش قتلوه. والابيلات كلهم اللي كانوا كيعيطوا كيدوزوا نوامر من تليفونك، والمكالمه ديال القاتل دوزوها من تليفونك، وانت هادشي كله عارفه وشايفه وساكت. ايوا دابا تعال تقلاصه مع جنابك مزيان. مشاو فيها بثلاثة عفوا، مشاو فيها ب3 وجروني معاهم. هما مشاو بسنوات طويلة وحتى انا مشيت بشي سنوات. من بعد ملي خرجت من الحبس، خرجت
انسان اخر، لان الحبس علمني بزاف ديال الحوايج. تمرمدت فيه وتكرفست فيه وحكيت فيه الطواليطات وخرجت انسان اخر، بحال هزيتي واحد وحطيتي واحد. عائلتي مشيت لعندهم سلمت عليهم، ولكن بقيت حاقد عليهم الى يومنا هذا، لانهم هما ما نصحونيش نمشي في الطريق الصحيح. الوالده هي ما نصحتنيش نمشي في الطريق الصحيح. الوالد سمح فينا. صافي بعدت من عائلتي وزيت راسي، مشيت لواحد المدينه. مشيت لواحد المدينه كنخدم مع الناس اللي كيبيعوا الحوت، كنهز الصناداق. صافي كريت مع 3 ديال الدراري. هاد 3 ديال الدراري مزوجين. وقيت الخدمه كنكونوا مجموعين. ملي ما كتكونش وقيته الخدمه كيكونوا الاعياد، انا كنبقى بوحدي في البيت اللي حنا كارين، وهما كيمشيو عند عائلاتهم لانهم مزوجين. من هذاك النهار وليت كنصلي، وليت انسان داخل سوق راسي، وليت كنمشي غير جنب الحيط. الصيام كنصوم، الصلاه ما كتفوتنيش. والعبره من هاد القصه الخوت ان عمركم تعطيو تليفونكم لشي حد ما كتعرفوش يتصل فيه، لان داك الانسان يقدر يكون قاتل، شافر، دير شي كارثه ويعيط من تليفونك وتصدق انت اللي ماشي فيها. ومع السلامه، والى فيديو جاي ان شاء الله. واللي شاف هاد لا فيديو يدير لنا واحد الاشتراك، واحد الكومونتير زوين، فضلا وليس امرا.